بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة مملكة الجزائرية. اليوم إن شاء الله نكمل معكم سلسلة الورشة المجانية تاع الحلويات الجزائرية التقليدية. نكمل معكم وصفة زيريات المول اللي تاني راح نديرها لكم بطريقة بزاف سهلة وأسرار، يعني مش راح تلقاوها في حتى قناة. راح يخرجوا لكم يعني معسلين القلب وبزاف بزاف خفاف. مستحيل يعني بعد هذا الفيديو تزيدوا تبدلوا وصفة أخرى. أتمنى إن شاء الله تعجبكم هذا الوصفة ولا هذا الفيديو. دعموا الوصفات بليجام ولا لايك. خليوا لي آراءكم في التعليقات. على بركة الله روحوا باش نوجدوا الوصفة تاعنا. هنايا بسم الله. أول حاجة نوجدوا الحشو تاع الزيريات. عندي 250 غرام تاع اللوز. أنا استعملت اللوز البنات. رحيته يعني اللوز الابيض رحيته في الاشوار ما ترحوش حتى يولي بودره وما لازمش تخلوه خشين. عندي تاني 125 غرام تاع السكر الحبيبات. رحيته تاني في الاشوار، يعني ما رحيتوش حتى ولا بودره، مي لازم نجوزو في الاشوار يدور 2 دورات 3 ونخلطو مع اللوز تاعي كيما راكم تشوفوا. قلت لكم البنات انا هاد الزيريات نديرهم باللوز. ان شاء الله الا حبيتوا زيريات الكاوكاو خاطرش وصفه مختلفه على هذه، خليوا لي تاني في التعليقات نديرها لكم. عندي هنا رشيشه تاع الملح، ملعقه صغيره تاع المزهر. دوك نوريكم الملعقه اللي استعملتها البنات. راح نليم الحشو تاعي بالبيض كامل، يعني كاين اللي يليم بصفار البيض بصح انا هذه الطريقه تاعي ويخرجوا لكم صدقوني من اروع ما يكون. عندي هنا هذه الملعقه البنات. عندي ملعقه صغيره تاع التريمولين ولا سكر تريمولين. هذه العلبه تاعو. شوفوا كيفاش يجي البنات. يعني راح نستعملوا ملعقه هذيك اللي وريتها لكم فقط. لو كان تزيدوا فوق الملعقه يعني راح تفشل معكم الوصفه ما تجيكمش مليحه. كيما يعني ما ديروش قليل كامل. يعني وريت لكم قلت لكم الملعقه اللي لازم تستعملوها. والناس اللي ما عندهاش السكر تريمولين تقدروا ديروا ملعقه صغيره تاع العسيله. يعني ما ديروا لا زبده لا مارغرين لا والو في هذا الحشو من غير هذا السكر تريمولين ولا ملعقه تاع العسيله. درت تاني عندي كيما شفتوا قشور الليمون لازم يكونوا ملحيين رقاق. انا في البدايه جبت هذوك الملحيين خشان بصح عاود جبت يعني قشور الليمون كانوا عندي في المجمد اللي يكونوا ملحيين مليح مليح هكذا باش يمدوا النكهه وفي نفس الوقت ما يجيش هكذا في الفم شغل يديرونجيكم هكذا كي تاكلوا الحبه. هنا اللايم كيما شفتوا بالبيض. قلت لكم ليمت بالبيض يعني كامل كومبلي. ومن بعد في الاخير باش نضيف هذوك القشور تاع الليمون. كنت استعملت تاني نسيت ما ذكرتهاش الملعقه تاع لافاني، ملعقه صغيره تكون مملوءه جيدا تاع لافاني. ومن بعد هنايا كي نتحصلوا على حشو ما يكونش طري كامل متلوق ما لازمش تخلوه يابس. ندير هاد الحركه وهنا السر اللي يخلي الزيريات تاعنا يجيونا كيما نقولوا مفخفخين ولا خفاف من داخل. انكم كشغل تخبشوا الحشو تاعكم بهذه الطريقه. اللوز تاعكم يعني تخبشوه بصبعتيكم هكذايا واحد 3 دقائق حتى ل5 دقائق باش يتهواو ونتحصلوا على نتيجه من اروع ما يكون. شوفوا يعني انا سرعت الفيديو بصح خليت كامل التفاصيل البنات باش تفهموا مليح مليح. فقط هنا اللوز تاعكم ولا الحشو ما تعجنوش خبشوه كيما وريته لكم هكذا باش ما يخرجلناش هذاك الزيت اللي فيه. ومن بعد تروح معنا الوصفه. هنا كي خدمت مليح هذاك الحشو كيما قلت لكم يعني خبشته مدة 5 دقائق هكذاك. ومن بعد راح نليمو هكذا بكوبات. في البداية حيبان لكم شغل طري بزاف ولا يتلاصق عادي البنات. دوك مع تخلوه يرتاح يعني راح يشرب ويتلايم هذاك الحشو ولا هذاك اللوز. نحطه هكذا في كيس بلاستيكي ونخلوه في الثلاجة. هنا البنات من الأحسن الزيريات تاعكم ولا الحشو توجدوهم الليلة من قبل مع العجينة تتحصلوا على نتيجة يعني شوفوا قرف هايلة. إلا ما عندكمش الوقت يعني على الأقل تخلوها تخلوا الحشو 6 ساعات في الثلاجة مش على برا. كما قلت لكم أنا خليته يعني صراحة ليلة كاملة. وعندي هنايا بالنسبة للعجينة عندي 3 كيلات ممسوحين تاع الفارينة
ملعقة صغيرة تاع ملون أبيض، أكيد الفرينة مع الملون الأبيض نغربلوهم. عندي تاني ملعقة صغيرة تاع لافاني. هنايا عندي نصف الكيلة تاع زبدة التوريق اللي تكون ذايبة وباردة ودافية، ماشي باردة وماشي سخونة، يعني تكون دافية. درتها تاني مع هذيك الفرينة وباقي المكونات. واللايم هنا زدت كمية تاع الماء يكون دافي. الماء تاعي درتلو حوالي هكذا قرصة تاع الملح، ذوبت الملح يعني مليح في هذاك الماء. وزدت درت معطر تاع المزهر، حاجة اختيارية البنات، ما يتمد لكم بنا بزاف هايلة العجينة تاعكم. هنا اللايم حتى وين تحصلوا على عجينة كيما قلت لكم ما تكونش طرية كامل متلوقة، ما لازمش تخلوها يابسة. نزيد نخليها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح ليلة كاملة. بالنسبة للشربات اللي يعني نعسل بهم هاد الدزيريات، عندي هنايا 2 كيسان تاع الماء، اي كيله حبيتو استعملوها، كاس تاع السكر، شريحه تاع الليمون، نحطهم فوق النار، نبدا نحسب لهم مده 10 دقائق بعد الغليان، ونطفي عليهم، ومن بعد مباشره نضيف عليهم النصف كيله تاع العسيله. في هاد المقادير يا البنات كامل راهي مقادير مضبوطه، حاولوا تلتزموا يعني بالمقادير باش تحصلوا على نتيجه مثاليه. هنا ثاني يوم بعد ما ارتاح الحشو مع العجينة، جبت الحشو تاعي راح نوزنو 40 غرام، يعني الحبة تجيكم مقدرة ولا على حسب المول أكيد تاعكم. ومن بعد نغطي الحشو أكيد باش ما يشفليش، ونجي تاني باش نخدمو العجينة تاعنا. هنا العجينة راح نقسمها على 2، ومن بعد نفتحها. هنا للناس اللي عندهم الماشينه تاع البقلاوه ولا آلة التوريق، اللهم بارك، يعني تحلوها في الماشينه هذيك. الناس اللي ما عندهاش الماشينه عادي جدا البنات تفتحوها فوق سطح العمل، هي راهي ماشي شرط يعني ديروا الماشينه، بصح انا لازم ندير خاطرش عندي ما عنديش يعني الطاقه باش نفتح العجينه هذه. صافي درتها في آلة التوريق. ديروها في الرقم 3، ومن بعد ديروها رقم 1، ومن بعد 3، ومن بعد 5، والرقم ما قبل الأخير في الماشينة تاعكم، يعني تحصلوا على عجينة ولا السمك ما يكونش خشين كامل، وملازمش ترقوه كامل. هنا كيما راكم تشوفوا فتحت الأشرطة تاعي، ومن بعد نجيب هاد لومبورت بياس رقم 90، ومن بعد نقطع العجينة كيما راكم تشوفوا. يعني أسهل من الحلويات الجزائرية التقليدية ما كانش البنات، فقط فيهم واحد الأسرار بسيطة ولا خطوات بسيطة يعني تتعرفوا عليهم خلاص توليو يعني كامل تنجحوا فيهم. أما الوصفة يعني الوصفة هي ذاتها عندي ولا عند أي واحدة أخرى، هي الوصفة تاع الدزيريات ولا مقروط ولا حلوة الثومة، فقط قلت لكم لي زاستيس هما اللي يتبدلوا، ولا يعني باش نقولوا النصائح برك اللي لازم تاخذوها بعين الاعتبار باش تنجح معكم هذا النوع من الحلويات. هنا نقطعوا كامل العجينه على حسب طبعا عدد الكريات تاع الحشو اللي عندي. وهاد العجينه اكيد ما نرموهاش، نحطوها نعاود نجمعها هكذا، نحطها في كيس بلاستيكي، تقدروا تحطوها في المجمد تبقى لكم 6 شهور ما يصالها والو، تقدروا في اي وقت تجبدوها تخليوها تديكونجلا وتخدموا بها عادي. هنا باش نخدموا الدزيريات تاعنا عندي هاد ليمول، قلت لكم تقدروا ديروا اي مول عندكم البنات متوفر عندكم. ندير هكذايا واش اسمها هاد العجينه، دائره من العجينه، يعني نسويها مليح داخل المول بلا ما نخلي فراغات. اكيد الا كاين الزائد تاع العجينه نحوه هكذا. دائما الحشو والعجينه هذوما لازم يتغطاو البنات وانتم تخدموا، خاصه عندكم كونتيتي كبيره، يعني لازم تحطوهم كيس بلاستيكي هكذا نشكلوا كامل العجينه في وسط القوالب. بالنسبه لهاد العجينه تاني نعطي لكم ملاحظه انه هي نفسها عجينه تاع القنيدلات، عجينه تاع المشكله، سليلات، يعني هاد العجينه تقدروا تخدموا بها يعني العديد من الحلويات تاعنا الجزائريه التقليديه.
على هذه قلت لكم حتى لو بقات لكم ما تخافوهاش، يعني تقدروا تحطوها في المجمد ما يصالها حتى حاجه. هنا جبت هذاك الطابع اللي شفتوه معايا، يعني كاين هكذا الطابع اشكال الوان باش ترشموا الديريات تاعكم كما راكم تلاحظوا. ومن بعد انا غير نرشم برك بعد ما نحط طبعا الكريه من الحاشو، غير نطراسي برك هكذايا اللوز تاعي. هنا ما ديروا في الفرينه ما والو، غير نطراسي برك بهذاك المول. ومن بعد نعاود بالبوشون تاع قرعه نعاود نجوز على هذاك الرشام تاع الطابع. يعني بهذه الطريقة نتحصلوا على شكل بزاف بزاف شباب. الله غالب انا لازم نتبع بالمول بهذا بالبوشون تاع القرعة عفوا. وكاين اللي ما عندهمش المول مباشرة تخدموا بالبوشون تاع القرعة تانيت، يعني عملية بزاف بزاف سهلة. وحاجة واحدة أخرى البنات، ما تحاولوش تبلاطيو الحشو تاعكم في وسط المول، يعني خلوه هكذاك واقف باش تجي الحبة مفخفخة وما تجيش مدكسة. هنا بعد ما شكلتهم كامل جبت هنايا حبيبات تاع اللوز الابيض، درته في شويه تاع بياض البيض ونديرو هكذا فوق الحبه تاعي. اكيد نروح هنايا باش نطيبهم في فرن يكون مسخن من قبل، ما يكون مسخن قليل البنات على نار متوسطه جدا، يكون 150 160 درجه مئويه ما تفوتولوش باش يطيبوا لكم يعني ويتنفخوا ويجيوكم كما قلت لكم مهويين من الداخل. وهنايا الطياب على حسب كل وحده والفرن تاعها، لا طياب ولا لا. المهم نتوما حتى وين يعني شعلوا لهم غير من التحت حتى وين تشوفوهم هكذايا تحمروا مليح مليح من الاعلى بلا ما تشعلوا لهم من الاعلى. خلاص هذاك الوقت تنحوهم. عندي هنايا الشاربات تاعي اللي راهي بارده كليا، يعني ندير مباشره الدزيريه تاعي في هاد العسيله. اكيد هنا جبت كيردون نثقبهم هكذا 3 مرات 4 ونديرهم كما قلت لكم في هاد الشاربات اللي مخلطه بالعسيله. هكذا نكملوا بنفس الطريقه، يعني الدزيريه تاعي راهم سخونين غير كيما نحيتهم من الفرن ما خليتهمش كامل بردوا، والشاربات راهي بارده. اكيد نخلوهم هكذا حوالي نصف ساعه حتى ل 45 دقيقه يتشربوا مليح مليح. المره الاولى نديرهم هكذا بالقاعده تاعهم وبعدين نقلبهم على الوجه تاعهم باش نضمنوا بلي تشربوا مليح مليح هاد الشاربات. ومن الاحسن الشاربات تاعكم توجدوها تاني ليله من قبل البنات، يعني هي ولا حاشو والعجينه كامل وجدوهم لافي، ومن بعد غدوه من داك غير تشكلوا وتطيبوا باش تتحصلوا على النتيجه مثاليه. شوفوا يعني الله يبارك جاو كامل على حبه، شوفوا كيفاش جاو منفوخين، يعني قلت لكم تلقاوهم بزاف بزاف خفاف من داخل. نأكد لكم على حاجه، الا استعملتوا تريمولين ما درتوش العسيله ديروا ملعقه صغيره ما تكثروش البنات. وثاني حاجه قلت لكم الحشو لازم تخدموه كما وريته لكم، ماشي تعجنوه بصح لازم تخبشوه هكذا بصباطيكم باش تجيكم الحشو مفخفخ ويجيكم خفيف. هنا بالنسبه للكميه اللي نحاتولي نورمالمون حتىش نحبه هكذا، وبقات لي بقى لي حشو قليل نظن واحد 30 غرام ولا ما جاش هكذاك تاع حشو. درتو حبه صغيره تاع الزيريات المقروصين دوك نوريها لكم. طيبتها تانيت معاهم. اكيد لحبيتو تاني نعطي لكم طريقه كيفاش تخدموا ولا كيفاش تنجحوا في الدزيريات المقروصين. خليوا لي في التعليقات البنات، يعني غير نرفد هكذا صحتي برك. راح نخدم لكم يعني الدزيريات المقروصين فقط. شويه دعم البنات، حاولوا تتفاعلوا شويه مع الفيديوهات، ديروا لي جام، تخليوا لي اكبر عدد من التعليقات، بارطاجوا تاني الوصفات هكذا باش يطلعوا لي الوصفات ويطلعوا لي الفيديوهات البنات وما نفشلش يعني وما يروحش هكذاك التعبير خساره. انا شوفوا بعد ما جازت عليهم حوالي 40 دقيقه استقطرتهم هكذا. هاي ليك الحبه الصغيره تاع الدزيريات المقروصين. شوفوا قلت لكم يعني ما بقاليش حشو بزاف، حوالي 30 غرام. هيا خدمتها حبه صغيره تاع الدزيريات المقروصين. هنا الشكل النهائي تاع الحلويات تاعي كما شفتوا يعني سبقت شاركت معكم وصفه حلوه الثومه ودرت معكم مقروط العسل. ودوكا يعني شاركت معكم وصفة الزيريات. شوفوا الله يبارك كيفاش يجوا يا البنات. هنا ملاحظة، بعد ما استقطرتهم أنا من العسيلة جبت كمية تاع واش اسمو
الجلوكوز عفوا مع نفس الكمية تاع العسيلة. هذه الحبة تاع الزيرية شوفوا كي جد الله يبارك جد بزاف بزاف هايلة. هذه وقيلة أصغر حبة زيرية مقروصة في المواقع. قلت لكم يعني بعد ما استقطرتهم من هذيك العسيلة، جوزت عليهم بالبانسو هكذا خليط تاع الجلوكوز مع العسيلة، يكونوا دافين نفس كمية الجلوكوز هي كمية العسيلة، ندفيهم في الميكرووند ونجوز هكذا بالبانسو من الفوق على جل التلميع. الناس اللي ما عندهاش الجلوكوز تقدروا بشوية تاع لاجولي، بصح ننصحكم يعني بهذا الخليط اللي مديته لكم، خاطرش لاجولي ما تطولش بزاف وتبدا تدير واحد الريحه هكذا ماشي مليحه. هنا شوفوا الحبه الله يبارك من داخل كيفاش جات، صدقوني يا البنات والله غير جات من اروع ما يكون. والتعسال يبقى لكم، نضمن لكم يبقى لكم اكثر من 15 يوم، الحبه تبقى بنفس التعسال تاعها وتجي بزاف بزاف بنينه. شوفوا يعني راه الفيديو يهدر وحده، راه الحبه راح تنطق وتقول لكم راني معسله للقلب. شوفوا هنا نزيد نقرب لكم ونزيد نوري لكم هذيك الحبه الصغيره اللي قلت لكم اصغر حبه في المواقع تاع زيريه المقروصين. يعني جاو من اروع ما يكون. كانت هذه الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله البنات تعجبكم، تسجلوها باش تجربوها. والى الملتقى في فيديو واحد اخر بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله.